المنتخب الوطني المغربي في مواجهة منتخب السامبا. اليوم تم تنزيل خبر في الصفحة الرسمية الخاصة بالمنتخب البرازيلي يؤكد فيها بأنه سيواجه المنتخب الوطني المغربي بالملعب الكبير بمدينة طنجة، وذلك يوم 25 مارس القادم. حنا كنعرفوا بأن المنتخب البرازيلي إلا بغيت تواجهو خاص تمشي عنده، يعني إلا بغيت دير شي مقابلة معاه خاص تمشي عنده الميدان عنده. ولكن في سابقة من نوعها المنتخب البرازيلي هو اللي غادي يجي المغرب وتحديدا بمدينة طنجة لإقامة مباراة عالمية مع المنتخب الوطني المغربي، وذلك في أسبوع الفيفا، ذلك في فعاليات أسبوع الفيفا اللي تكون في شهر مارس. من بعدها غادي يواجه المنتخب المغربي منتخب البيرو. هاد المباراة هذه غتكون قيمة مضافة للمنتخب الوطني، لأن النتيجة غادي تسجل في تسجيلات الفيفا، وإلا جاب الله المنتخب الوطني المغربي فاز في هذه المباراة راه غادي يطلع من لي بوين ديالو أو النقاط، وغادي يعطيه واحد المرتبة اللي هي جد 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 ممتازة. هذا الخبر اللي غينزل كالصاعقة على بلا ما نقول شكون راه باينين ويكثر اللهج والهرج. حنا كنعرفوا بان المنتخب الوطني المغربي هو الرابع عالميا في كاس العالم اللي فات في قطر، يعني مرتبه جد 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 مش مشرفه، جد 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 يعني عالميه. هذا الخبر هذا دولة الصحف البرازيليه وكذلك الصحف العالميه، لان المنتخب البرازيلي ماشي منتخب سهل، هو مكلاسي الاول عالميا. وهذا الشيء كيبين بان الحمد لله الكره المغربيه وصلت لواحد العالميه، والحمد لله كاع الفرق العالم كتمنى دير شي مباراة مع المنتخب الوطني المغربي. وكذلك راه ماشي اي فرقه غتجي للمغرب وتلعب، لان عرفوا بان كاينه بنيه تحتيه جد فعاله، وكاين الحمد لله ملاعب عالميه وجمهور واعي يعني وفنادق، يعني حتى هما بغاو يجوا يشوفوا المغرب. ما تنساوش البارطاج والاشتراك وتفعيل الجرس وضغطوا على زر الاعجاب. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.